صباح السعادة والخيرات. بما اني صحيت من بدري وشربت الشاي بلبن من الفجر ما رضيتش اصحيكم، وقلت بقى ايه لما اشرب القهوة اجيبكم نشربها سوا. في مثل بيعجبني قوي، يقول لك ايه يا حلو قول لي مزاجك وانا امشي عليه. حاسه انه دستور حياه حتى مع الناس، يعني احيانا تبقى مش عارف الناس عايزه ايه. بنتين اخدوا حكم 3 سنين تزوير في مفردات دخل والدهم، وهم بيطلبوا زيادة النفقة على 800 جنيه. يعني المفروض انهم بياخدوا نفقة 800 جنيه وهم بنتين في الجامعة، فخدوا حبس 3 سنين تزوير. يعني انا مش عارفة دقة الرواية دي، لو الرواية دي صادقة الام تتصل بيا، لانه غالبا ده حكم غيابي واتقبض عليهم بتنفيذ احكام، فيعني ان شاء الله بسيطة. انما اللي لفت نظري هو تعليقات الناس. يعني بعض الناس تقول لك ازاي اب يحبس بناته، او اصلا ازاي 800 جنيه، يعني ده ما يجيبوش 2 كيلو لحمه يا جماعه. يعني دي تعليقات ناس موضوعيه يعني. انما الغريب ان واحد مثلا يطلع يقول لك ايه، ما هي من بعد ما خلعته امهم من 10 سنين. ايه علاقه الخلع بان واحد يدفع لبناته او يصرف عليهم او يصرفش عليهم؟ وايه ازمتكم مع الخلع؟ يعني هو ليه متخيلين او انه عقد الجواز بمجرد الست ما مضت عليه بقى عقد عبوديه ما تقدرش تطلع منه؟ يعني عقد الجواز ده من العقود اللي مبنيه على الاجابه والقبول، يعني موافقه الطرفين. ليه متخيل ان ربنا هيدي للراجل حق الطلاق علشان يقدر يفسخ العلاقه دي او ينهيها، لكن ما يديش للست اللي هي كانت بارادتها برضه حق الخلع؟ يعني هو مشكلته انه جاي على الايجو ازاي يترفض. فحضرتك يعني الست خلعتك، انت خلعت البنات بقى بناء عليها. يعني 800 جنيه ايه؟ او انه حد يقول لك ايه، ايوه ما امهم كرهتهم فيه. هما ال 800 جنيه دول يحببوا اي حد في اي حد؟ يعني ما بيجيبوش 2 كيلو لحمه يا جماعه. يعني لو واحده فيهم عيت وراحت للدكتور كشفت وفكرت انها تاخد الروجيتا تصرفها من الاجزخانه، هو ال 800 جنيه خلصوا. فهم دول يحببوا اي حد في اي حد. فانا بس قولوا لي يا حلو قولي مزاجك واحنا نمشي عليه. يعني لو انت شايف انه الاطفال مخلوقات اغبياء وبيتلقنوا، يبقى انت غلطان. الاطفال اذكياء جدا من اول ما بيتولدوا، ما بيكبروا شويه بيقدروا يقول لك عمو ده حلو وعمو ده وحش وخاله ده حلو وخاله ده وحش، وانا ما بحبش تيتا دي وانا ما بحبش جده ده او بحبهم. يعني الاطفال عندهم مشاعر وبيقدروا يفهموا. قولوا لي مزاجك وانا امشي عليه. برضو ده ينطبق على القانون برضو. يعني المادة بتاعت قيم الأسرة دي أنا مش عارفة مزاج اللي بيطبقوها. لما يطلع واحد مجهول يعني ويتقال عليه ممثل، معرفش بيمثل على نفسه ولا بيمثل فين بالظبط، يقول الستات اللي عندها رحمة واللي بتأكل الكلاب في الشوارع دي يتحطوا معاهم في الشلتر برضو أو يتعمل لهم شلاتر. يعني الإهانة دي اللي يتحرك فيها الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وده اللي خلانا عرفنا ان هذا الكائن النكرة ممثل اصلا، لكن النيابة العامة ما بتتحركش فيها. يعني هي دي مش إهانة لقطاع واسع من الستات؟ برضو واحدة بقى لها 7 سنين عاملة نفسها مذيعة وتصدر العته للشعب المصري، واخيرا اثمر ثماره هذا العته وجاب لها عربية بنتلي. تمام، الف مبروك، 20 مليون جنيه ما يجراش حاجة. لكن اتقدم فيها بلاغات كتيرة جدا على هذا العته وهذا الإهانة وهذا كل شيء عملته، وما فيش ولا بلاغ اتحرك. في حين ان يا عيني البنت اللي قالت الشارع اللي وراه اتقبض عليها مرتين، مرة تتحاكم بقيم الأسرة ومرة تتحاكم بالتربح من السوشيال ميديا. محدش سأل البنت دي ام 20 مليون دي جايه منين، ومتربح من الهبل اللي احنا بنشوفه. برضو اليوتيوبر اللي بيتكلم في الدين ده اللي سود عيشه الستات على النامصه والمتنمصه واللعنه واللي مش لعنه، اول ما جات له فرصه يعني يزرع شعر في تركيا راح، ما قالش نامص ومتنمص. واول ما جات له فرصه يتشعلق في دير طياره لامريكا راح، ما قالش الغرب المنبطح والشرق المنشكح الحقيقه انا يعني لا مع دول ولا مع دول، بس انا مع انه يبقى في قواعد واضحه مجرده. يعني اخواننا بتوع البرلمان لما عملوا جريمه قيم الاسره دي، حد يقول لنا كان في دماغه ايه؟ يعني يقول لنا مزاجهم علشان نمشي عليه، لانه المعايير اللي مش مفهومه بالذات في العدالة خطر جدا. خطر على ثقة الناس في العدالة، وخطر على ثقة الناس في القانون، وخطر على ثقة الناس في دولة القانون. عايزة اخليه شعار والله. يعني بعد كلمة سعدة وابو القمصان شركة محاماة، اكتب يا حلو قولي مزاجك.
وانا امشي عليه. صباح المزاج، صباح الفل.